السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن ماتش الزمالك والمقاولون العرب اللي إن شاء الله هيكون يوم السبت اللي جاي. هنشوف النهاردة إيه هي نقاط قوة الزمالك اللي شفناها مع يانيك فيريرا في أول ماتش، وإزاي قدر إن هو يعمل حلول جوه الملعب ويجيب الجونين اللي احنا جبناهم. هنشوف هل فعلا الزمالك يقدر انه يكمل المشوار لحد اخر الدوري بنفس الشكل. بس قبل اي حاجة يا ريت تنزل الاول تعمل لايك وتصلي على النبي في الكومنت، وما ننساش طبعا ان احنا ندعي لاخواتنا في غزة ربنا ان شاء الله ينصرهم. اول حاجة ان الزمالك لما بدأ ماتش سيراميكا خدنا بالنا من انه كان في الاول بادئ بطريقة يمكن ما كناش متوقعينها. يعني في الاول كان 4-1 انا شفت في الاول دونجا واقف لوحده رقم 6 وقدامه المثلث مقلوب، يعني 8 و10 عبد الله السعيد وشحاتة، فده كان عامل برضو مشاكل شوية في التحضير بالنسبة للزمالك. وطبعا احنا عارفين ان يانيك فيريرا بيحب يطلع بالكورة بسلاسة وباس في باس وكده، وما بيستعجلش في بناء الهجمة. بس المشكلة هنا ان هو بيحب اللعيبة الكويرة بداية من حراسة المرمى، وده اللي احنا حتى فهمناه اول ما شفنا الصفقة بتاعت المهدي سليمان. ناس كتيرة اتكلمت عن ان مهدي سليمان يعني حارس مرمى ممكن يكون مش احسن مستوى، ولكن بيلعب الكورة برجله اليمين والشمال وبيعرف يتصرف بالكورة بشكل صحيح ويعرف يخرج الفرقة اللي قدام. فقلنا يمكن عشان كده، بس طبعا اتفاجئنا ان هو كان بره القايمة. وبدأنا اللقاء بمحمد صبحي. طبعا لما شفنا محمد صبحي في حراسة المرمى، يعني قلنا يمكن لسه، بس هو عشان عايز يكمل بنفس اللي احنا نهينا بيه السنة اللي فاتت او الموسم اللي فات. بس انا هنا كان عندي مشكلة كبيرة قوي مع محمد صبحي، وهو انه عايز يثبت نفسه ليانيك فيريرا ان هو بيجيد اللعب برجليه. فدي كانت مشكلة بالنسبة لي، ان محمد صبحي كتير قوي كان بيطول الكورة وبيعمل حاجات ملهاش اي لازمة، وكان في فزلكة شوية. طبعا برضو مش اللوم كله عليه، هو كان عموما المنظومة كلها الدفاعية فيها المشكلة بتاعة الخروج بالكورة، خصوصا ان انت بتلعب قدام خصم متعود على ان هو يضغط من قدام. طب تعالوا نشوف مع بعض كده تشكيل الزمالك اللي بدأنا بيه الماتش. اول حاجة كان عندنا هنا محمد صبحي، عندنا الونش وحسام عبد المجيد، عندنا هنا عمر جابر، وعلى الشمال بنتايج، وكان مركز 6 موجود فيه دونجا، وقدامه محمد شحاتة، وجنب محمد شحاتة كان عبد الله السعيد. اما الوينج الشمال فيانيك فيريرا بدأ بشيكو بانزا لأول مباراة ليه رسمية مع الزمالك، وقدامهم مهاجم وحيد ناصر منسي. رغم ان انا بالنسبه لي دونجا عمل ماتش كويس قوي بالنسبه لدونجا تحديدا، يعني هو مش بالنسبه لاي حد، يعني انا بقارنه بدونجا. هو تفوق على نفسه الماتش اللي فات وقدر يلعب شويه. فانا طبعا عندي عموما مشاكل مع دونجا، بس يعني كنت اتمنى حامد حمداني يكون موجود عشان يقدر يعوضنا عن دونجا. بس هنقدر نستحمل ان شاء الله، واتمنى يكون حامد حمدان موجود في يناير. بجد هيفرق جدا جدا مع شحاته في نص الملعب. علي ماهر بدأ الماتش مدي تعليمات ان احنا نضغط من قدام، نحاول نخلي الزمالك ما يطلعش بالكورة خالص عشان ما يوصلش للنص الامامي اصلا. وهنا كانت المشكلة ان لازم دونجا وشحاتة يفتحوا كويس قوي لعب ويتحركوا من غير كورة، ويعرفوا ان هم يعملوا مثلثات مع ايا كان المدافع اللي مضغوط عليه، بحيث ان احنا نقدر نطلع بالكورة بسهولة. بس المشكلة ان الحركة من غير كورة اصلا وطلب استلام الكورة كان قليل جدا، بل يكاد يكون مش موجود اصلا. دونجا حرفيا كان بيتمشى، يعني ليه لقطات كتيرة بجد كان بيتمشى وقت ما كان زميله يبقى مزنوق. فهنا دي كانت نقطة ضعف كبيرة جدا. بتلاقي ان الونش معاه الكورة، لاكاي مثلا بيضغط عليه، اسلام عيسى رايح يمسك حسام عبد المجيد مان تو مان، فالونش بيلاقي الحل الوحيد اللي عنده ان هو مثلا يباصي لمحمد صبحي. محمد صبحي بيفضل يأخر الكرة في رجله ومش عارف يعمل ايه ومش محضر اي قرار، فبيضطر ان هو يشوطها في الاوت او يحاول حتى يلعبها البنتاج، بس برضه بتطلع اوت وبنخسر الكرة ونفقدها كتير جدا. بس برضو انا بقول ان الزمالك بالنسبة لتوقعاتنا، انا بصراحة شايف ان الزمالك لعب ماتش كبير جدا، لان ده لسه اول ماتش لشيكو بانزا واول ماتش لادم كايد واول ماتش لعبد الحميد معالي.
فكان بجد بالنسبه لي اهم حاجه ان احنا نقدر نخرج بالثلاث نقط ايا كان الاداء عامل ازاي. والاداء الحمد لله حتى ما كانش سيء للدرجه اللي تخليك تقول انا الماتش ده بكرهه. في ماتشات فعلا الزمالك الواحد كان بيكسب الماتش بس تحس ان لا الماتش ده ملوش طعم، ماتش وحش قوي ما نستحقش نكسب. لا انت فعلا تستحق تكسب لان انت رحت على الجون كذا مره. في الكوره برضو اللي هي ناصر ماهر شاطها لما لف كده وقطم وشاطها بيمينه، برضو كانت واحدة حلوة جدا يعني، وكانت رايحة بس عدت من جنب المقص على طول. ففي كذا كوره انت خلقتها، هم صحيح راحوا بكوره برضو اللي جت في العرض في الشوط الاول، بس برضو دي كانت نابعه عن غلط انت اللي غلطته، برضو مش هجمه منظمه هم لعبوها او تكتيك معين عملوه فيك مثلا وعدوا. فدي اصلا حاجه كويسه جدا. ولما كمان تشوف فرحه اللعيبه بالماتش، واول ماتش ليهم وكلهم عايزين يثبتوا نفسهم، حتى اللعيبه القديمه برضو عايزه تثبت نفسها لانها عارفه ان اللي جاي ياخد مكانهم. فبرضو كان بجد فوز مهم جدا معنويا للزمالك، وطبعا 3 نقاط غالية جدا جدا. طيب بعد كده بدأ ان محمد شحاتة ينزل لتحت، وبدأ ان دونجا يبقى هنا، وعبد الله السعيد يكون قدامهم في النص الملعب كصانع ألعاب. هنا بقى بالنسبة لي كانت المشكلة في ان عبد الله السعيد رقم 10. عبد الله السعيد من لما كان حتى جوميز موجود لما لعبوا في مركز 8، ساعتها ناس كتيره جدا كان بتلوم على جوميز، لا احنا عندنا عبد الله السعيد ده كواليتي عالي جدا، ده بلاي ميكر رهيب، ده هو ما يعرفوش ازاي، الناس لازم تحذره وتقول له ده رقم 10، ده ما ينفعش يلعب ورا قوي كده، ده اصله بيشوط اصله بيعمل. انا كان دايما عندي وجهه نظر بصراحه مختلفه جدا، وبحترم وجهه نظر اي حد برضو كان معارض لفكرتي. بس انا دايما شايف ان عبد الله السعيد في سنه ده صعب جدا جدا ان هو يطلع لقدام ويجري ويعمل التحامات بدنيه وكل الكلام ده صعب جدا لعبد الله السعيد حاليا. صعب ان هو ياخد الكوره على شماله ويلف ويشوط هناك، ما بقاش فيه الكلام ده بصراحه مع عبد الله السعيد. هو نجم كبير وكل حاجه، بس انا بالنسبه لي عبد الله السعيد فعلا احسن توظيف ليه هو في رقم 8. فتجيب عبد الله السعيد رقم 8 وتحط جنبه شحاته وتحط جنبه دونجا، ما اعرفش بقى، ما اعرفش تمشي ازاي بصراحه. بس انا بالنسبه لي عبد الله السعيد ما ينفعش يطلع قدام. طب هنعمل ايه؟ انا بالنسبه لي ممكن تلاعب حتى محمد شحاته 6، تلاعب جنبه عبد الله السعيد 8، وبعد كده ادم كايد مثلا يكون 10. ليه ما يكونش ناصر ماهر رقم 10؟ ناصر ماهر ناحيه اليمين بجد كان مش في مستواه خالص يعني، رغم انه خلق فرص كتير بس هو كان بيخلقها امتى؟ بيخلقها لما بيخش للعمق غصب عنه، لان هو متعود ان هو دايما يكون في العمق. لكن لما كان بيروح على الوينج كان بيفقد كتير قوي من تأثيره. طيب نرجع تاني كده ونقول ان دونجا وشحاتة موجودين هنا في نص الملعب وقدامهم عبد الله السعيد. ايه اللي خلانا نقدر نخرج بالكوره بقى بعد فتره؟ وهي ان دونجا بقى بيسقط ثالث مع المدافعين، وبقى يفتح لهم زاويه تمرير، وبقى دايما بيظهر لهم هنا محمد شحاته. فده بقى بيسهل كتير جدا الخروج بالكوره من مناطق الدفاع للزمالك. طبعا بنتايج بيقدر ان هو يطير باريحيه ناحيه الشمال. طيب ايه اللي فرق هنا بقى لما دونجا نزل يستلم من تحت مع اللعيبه ويحضر معاهم من بدري؟ اللي حصل ان حتى لما كان لاكاي بيروح يضغط على الونش بقى يروح يسحبه خالص بعيد، فبتتفتح هنا زاوية تمرير لبنتايج اللي بيفتح على الخط الشمال. فبيضطر ساعتها عمرو السولية انه يقطع الخط بتاع التمرير لبنتايج، فممكن ساعتها دونجا يلعبها من فوقيه. وساعتها اللي هيحصل برضو ان هنا المدافع اللي مع تشيكو بانزا هيضطر انه يسيب مكانه ويرحل ويطلع لقدام عشان يمنع التمريره اصلا لبنتايج، يا اما يضطر ان هو يتراجع وكل فرقه سيراميكا تتراجع من تاني. ومن هنا انت فعلا قدرت ان انت تطلع بالكره صح. وحتى لو ما كنتش عايز تلعب الطوليه هناك عند بنتايج بعد ما اتمسك من السوليه، برضو كنت ممكن تقدر تلعب هنا بأريحية شوية لمحمد شحاتة اللي ممكن يكون مضغوط عليه من واحد، بس ساعتها دونجا هيقدر يطلع له تاني ويعمل معاه مثلث ويقدر انه يستلم تاني ويدي لعمر جابر. الملعب هيكون اسهل بكتير جدا بعد ما تخلصنا من الضغط العالي بتاع سيراميكا. طب تقييمي للصفقات الجديدة اللي نزلت وشاركت في الماتش. اول حاجة انا عايز اقول ان عبد الحميد معالي، انا يوم ما عرفت ان هو مضى في الزمالك رسمي انا بجد دي اكتر صفقة فرحتني، لانه لعيب فعلا مميز جدا، عنده ذكاء تكتيكي وبجد لعيب مهاري وبيعرف ينقل الكوره بشكل حلو جدا، كانه لعيب عنده خبرات كبيره قوي. ده اخيرا بقينا بنعرف نختار صح.
فبجد شابوه جدا جدا لجون ادوارد على الصفقة دي. تاني صفقة معانا بالنسبة لي كويسة هي آدم كايد، اللي بيعرف يلعب في ناحية الشمال كوينج وكمان بيقدر ينزل كبلاي ميكر رقم 10. يمكن أرقام آدم كايد فعلا مش أحسن حاجة قبل كده في تجاربه السابقة، بس أنا متوقع له إن شاء الله النجاح مع الزمالك، لأنه بجد لعيب كويس جدا وبيعرف يلعب كورة من اللي احنا بنحبها واللي دايما اتعودنا ان احنا نشوفها في الزمالك وبقالها فترة للأسف مش موجودة. لعيب بيقدر انه يتحرك في المساحة بشكل كويس، يستلم حتى الكورة تحت رجله، الكورة ما تبعدش عن رجله ابدا. فبالنسبة لي آدم كايد يقدر ان هو ان شاء الله يثبت نفسه فعلا في مركز 10 اكتر، لان كمان عندنا شيكو بنزا ناحية الشمال مش بيعرف يلعب غير في الناحية الشمال. وكمان شيكو بنزا ما تستناش منه كتير انه يعمل لك اسيستات او كده، هو لعيب شويه فردي. طب الحل معاه ايه في البدايه لحد ما ينسجم شويه ويقدر ان هو مع المدرب يقدر يظبطه ويوظفه كويس ويقدر يفهمه ان احنا هنا ما مش جايين نلعب كوره جماليه بس، لا احنا عايزين اهداف وعايزين بطولات، احنا نادي كبير. فعقبال ما يفهم ده انت محتاج ان انت تستفاد برضه من امكانياته. ما ينفعش ان انت يبقى عندك لعيب زي كده ما تستفادش من امكانياته، لازم ان انت تحطه دايما في مراحل تخليه هو والجون، تخليه يعمل خطورة، خليه دايما واحد على واحد. ما ينفعش الاقي دونجا بيلعب له الكرة في رجله، ما تلعبهالوش في رجله، العبها له قدامه. بس برضه بالنسبة لي عدي الدباغ لاعب انا مستنيه بفارغ الصبر، لاعب بروفايل مختلف تماما عن ناصر منسي بالنسبه لي وسيف الجزيري الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، اللي كمان بيلعب برجله الشمال، ودي هتبقى حاجه مهمه جدا لان احنا ما عندناش مهاجم بيلعب برجله الشمال اصلا. طبعا بالنسبه لاخر صفقه عندنا هي خوان الفينا الوينج اليمين البرازيلي، لما يبدا كمان يشارك دي حاجه هتفرق جدا جدا مع الفريق. لو ناصر منسي رقم 10 وعلى يمينه خوان الفينا، على شماله شيكو بنزا، وقدامهم عدي الدباغ، ساعتها بجد خط الهجوم هيكون كويس جدا. انت الحمد لله عديت من اول اختبار، كان بالنسبه لي من اصعب اختبارات الموسم يعتبر كله هو سيراميكا، لانه فريق كويس جدا وكمان حظه جه حلو قوي انه بيلعب الزمالك في اول ماتش في الموسم، وهو لسه المدرب اول ماتش ليه ولسه الصفقات جايه، لسه ما فيش اي انسجام. فكانت بجد فرصه علي ماهر كبيره قوي في الجيم ولكن ما قدرش يستغلها. فده الحمد لله بجد توفيق من ربنا ان احنا قدرنا نكسب اول ماتش قدام سيراميكا. والماتشات اللي جايه ان شاء الله انا شايف انها اسهل من ماتش سيراميكا، فان شاء الله برضو الزمالك اوقات بيجي في الحاجات السهله دي وتلاقي النقط بتشر. بس اتمنى ان احنا المره دي نقدر نتمسك شويه بالنقاط بتاعتنا وما فيش حاجه تضيع مننا، عشان نقدر ان احنا ننافس ان شاء الله على بطولة الدوري ونرجع بقى لدوري ابطال افريقيا. عايزين نرجع لدوري ابطال افريقيا ونفسنا بجد، عندنا احلام كتيرة. فاتمنى بجد النقاط حتى اللي احنا شفنا فيها مشاكل للزمالك الماتش ده تكون بتتحسن ولو تدريجيا شوية. انت في الاخر جايب مدرب جديد لسه بيتعرف على لعيبة جديدة وصفقات جديدة ولسه ما يعرفش اي حاجة عن الفرقة. لعب ماتشات وديه بس طبعا كلنا شفنا النتائج، وده يمكن عشان هو كان بيجرب لعيبه كتير وطرق كتيره. بس ان شاء الله في الماتشات الرسميه الماتشات اللي جايه تكون افضل من اللي فاتت، ويكون في انسجام اكبر ويكون في تنفيذ لفكره وطريقته بشكل اكبر، ويقدر انه يتعرف على اللعيبه اكتر. وطبعا لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ان شاء الله يكون في حلقة بعد كل ماتش، وكمان هيكون في دايما برضو حلقة تانية نقدر ان احنا نتكلم فيها عن الماتش اللي جاي، وان شاء الله اللي جاي كله يكون احسن للزمالك. وعاش الزمالك، سلام.